يا أهلا بكم. يا ترى هل ممكن لممارسة روحية بسيطة جدا إنها تكون المفتاح الفعلي لتغيير حياة أي إنسان من الشدة للرخاء؟ اليوم رح نغوص في تعاليم الأستاذ محمد حجازي عن القوة المذهلة للاستغفار. كتير منا بيوصل لمرحلة بحس فيها إنه حياته واقفة أو إنه طريقه مسدود ومستقبله ضبابي، شعور إنه الشخص مش بخير. وهيدا بالضبط وصف صاحب قصة رح نسمعها بعد شوي لما كان يقول لنفسه أنا مني بخير. هيدا هو الإحساس اللي رح نكتشفه اليوم، كيف ممكن للاستغفار إنه يبدده تماماً. ممكن الواحد يفكر إنه الحلول لازم تكون معقدة وصعبة، لكن التعاليم اللي بنستعرضها اليوم بتشير لممارسة بسيطة جداً لكن أثرها عميق جداً، وهي الاستغفار. ومن خلال قصص واقعية رح نشوف كيف النتائج دي تحققت في حياة ناس عاديين. طيب، خلونا ندخل في صلب الموضوع. قبل ما نستعرض النتائج المدهشة، مهم جداً نفهم الطريقة الصحيحة. في لخبطة كبيرة حول كيفية الاستغفار، لكن الحقيقة إن الطريق أبسط بكثير مما يعتقده البعض. هنا المقارنة بتوضح كل شيء. شوفوا الفرق الكبير. على اليمين الطريقة الصح، البساطة، مجرد تكرار أستغفر الله بنية صادقة لترك الذنب. أما على اليسار فهي الطرق اللي المصدر بيعتبرها مضللة وتعجيزية، زي فكرة إنه لازم تستحضر كل ذنب في جلسات طويلة، وهذا الشيء اللي للأسف خلى ناس كتير تأيس وتبطل الذكر تماماً. وعشان نفهم قوة الاستغفار لازم أول نسأل ما هو الذنب أصلاً؟ زي ما بيوضح المصدر، الذنب مش مجرد غلطة، هو فعل تجرؤ على الله. يعني لما الواحد يأخر الصلاة أو يغتاب، هو في الحقيقة بيقول لا لأمر الله. فالاستغفار هو الرجوع عن هذا التحدي والعودة لطاعة الله. وهنا نوصل للجزء الأجمل في شرحنا، القصص الحقيقية، لأن الكلام النظري شيء والواقع شيء تاني خالص. خلونا نسمع شهادات من ناس حياتهم تغيرت بالكامل بسبب ملازمتهم للاستغفار. خلونا نبدأ بالقصة العجيبة دي من المغرب. العلامات بدأت حلم بالمطر، وبعديها بأسبوعين بس الحلم صار حقيقة، لكن بطريقة خارقة للعادة. وهذا بيورينا إنه بركات الاستغفار ممكن تيجي بطرق العقل البشري ما يقدر يتوقعها. والبركات ما وقفتش عند المطر وبس، لأ، المبلغ اللي كانت مخبياه زاد من غير ما تعرف إزاي. والأهم من كل ده إنها تحررت من الأفكار المضللة اللي كانت بتعطلها عن الطريق الصح والبسيط للاستغفار. يعني ربنا فتح بصيرتها مع رزقها. الآن ننتقل لقصة ثانية مؤثرة جداً من سوريا. هذا الاقتباس لوحده بيعبر عن عمق المعاناة النفسية والاجتماعية اللي كان عايشها صاحب القصة. إحساس بالضياع والجنون والعزلة الكاملة عن العالم. وعشان نفهم حجم التغيير اللي حصل لازم نتخيل مدة المعاناة، مش سنة ولا سنتين، 10 سنوات. هو وصفها بنفسه بأنها 10 سنوات من الجحيم في الغربة، عقد كامل من الضياع والألم والمشاكل اللي ما بتنتهي. وهنا بتحصل المعجزة. بعد ما لازم الاستغفار وسورة البقرة، حياته تقلبت 180 درجة. المشاكل اللي كانت معها لمدة 10 سنين بدأت تختفي، والغربة القاسية صارت حياة كريمة، وشاف عدل ربنا بيتحقق في اللي ظلموه. والأهم من كل ده إنه لقى طريقه وهدفه في الحياة. القصة الثالثة بتجينا من موريتانيا، وهنا منشوف أهمية الكثرة والإصرار على الذكر. هذا الشخص ما اكتفى بالمئات، لكنه كان بيسعى لعشرات الآلاف يومياً، وكان ملتزم بنصيحة الإكثار من الذكر. والنتائج كانت فعلاً مذهلة. أول شيء حس بيه هو سكينة وراحة نفسية عجيبة، وبعدها جات البركات المادية. كل ديونه تسددت بالكامل، وفلوس جات له من أماكن ما كان يتخيلها أبداً. وهذا بيوضح العلاقة المباشرة بين الإكثار من الاستغفار وفتح أبواب الرزق المادي والروحي. طيب، هنا ممكن يجي في بالنا سؤال مهم ومنطقي جداً، والمصدر بيتكلم عن النقطة دي بعمق، وهذا بيعطي مصداقية أكبر للشرح لأنه ما بيتجاهل الأسئلة الصعبة. خلونا نشوف الإجابة. هذا هو السؤال الجوهري. إذا كان ربنا وعد المؤمنين بحياة طيبة، ليه بنشوف مؤمنين بيعانوا وبيتعبوا في حياتهم؟ إزاي نوفق بين الوعد ده والواقع اللي بنعيشه؟ هل في تعارض؟ الجواب يكمن في فهم درجات الناس عند الله. وهنا بيجي الجواب الحاسم. الفكرة إن ربنا سبحانه وتعالى مش بيعامل كل الناس بنفس الطريقة أو بنفس الميزان.
المعاملة الإلهية بتختلف على حسب درجة التقوى والإيمان، ومكانة كل شخص عند ربنا هي اللي بتحدد كيفية تعامله مع الابتلاءات. وعشان نفهم الموضوع أكتر لازم نميز بين نوعين من الناس: الصالح والمصلح. الصالح هو الشخص الكويس في نفسه، بيصلي ويصوم، وهذا طبعاً خير كبير، لكنه ممكن يتأثر بالمصايب العامة. أما المصلح فهو مش بس صالح في نفسه، لأ، هو بيسعى لإصلاح اللي حواليه. هذا المصلح هو اللي ربنا قال فيه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طيب، بعد كل القصص دي والتوضيحات نوصل للخلاصة، للجانب العملي. إزاي ممكن نطبق الكلام ده في حياتنا اليومية؟ المصدر بيعطينا خارطة الطريق واضحة جدا. إذن المسار واضح ومكون من 3 خطوات. أولاً، لازم نكثر من الاستغفار، يكون جزءاً من يومنا. ثانياً، وهو الأهم، إن الاستغفار ده يكون معه نية وعمل لترك الذنوب. وثالثاً، نرتقي بأنفسنا من مجرد صالحين إلى مصلحين بالتأثير الإيجابي في اللي حوالينا. هذا هو الطريق المتكامل للتغيير الحقيقي. وفي النهاية بنختم بالوعد القوي ده اللي بيلخص كل حاجة. الرسالة واضحة جدا، الاستغفار مش مجرد كلمة بتتقال، ده مفتاح بيغير الحياة كلها، بيحول الفقر الغنى والذل العزة والشقاء لسعادة. والسؤال اللي بيفضل يطرح نفسه: إيه اللي يمنع أي شخص إنه يبدأ من النهاردة؟